Ce petit bijou frontal marocain est déjà inscrit à l'UNESCO depuis 2012, et voici l'histoire. On a parlé la dernière fois de ses origines Fassi, et on a voyagé un peu dans l'histoire. Maintenant on va parler du Festival des cerises créé en 1920, à Sefrou, et il est inscrit à l'UNESCO depuis 2012, ainsi que toutes les traditions qui accompagnent la cérémonie. Ce bijou marocain fait partie des accessoires indispensables du couronnement de la Miss Frisette, ainsi que celles qui l'accompagnent dans les différentes festivités, comme vous pouvez le voir sur la vidéo derrière moi. Le festival se déroule pendant 3 jours, en juin, est organisé principalement par le conseil municipal de la ville de Sefrou, dont la population locale célèbre la beauté naturelle et culturelle de la région, symbolisée par la cerise, pour fêter ce fruit dont la récolte est devenue de plus en plus importante. Cette manifestation est marquée par l'élection et le couronnement de Miss Frisette. Elle est choisie parmi les plus belles filles du Maroc, habillée en caftan traditionnel marocain, et plusieurs accessoires, dont le bijou frontal qui a suscité l'intérêt de plusieurs personnes ces derniers temps, et Dieu seul sait pourquoi. Elle est par la suite couronnée dans un cadre agréable où sont déployés des spectacles de troupes et danses folkloriques. Vous aurez la possibilité d'assister à la Tourida, qui est également inscrite à l'UNESCO. Cette vidéo était indispensable pour mettre les points sur les J, et les bâtons sur les T, et clôturer ce débat une fois pour toutes. Est-ce que c'est clair ou il faut remonter encore plus loin dans l'histoire? À la prochaine les cerises. السلام عليكم وتحية طيبة للجميع. كيما شفنا وشفتوا في هذا المصدر اللي عرضه لنا صاحب الموقع وكيما سمعنا منه خيط الروح أو خيط الريح، عندهم ما عندهاش اسم مستقر، كل نهار يسميوها حسب الهوى نتاع ذاك النهار، نهار خيط الريح ونهار خيط الروح. ما اتفقوش على الاسم اللي يعطيوه لهذا الحلي، وما اتفقوش على المنطقة اللي ينسبوه لها، نهار ينسبوه الوجدة، نهار الفاس، نهار السفرو، نهار الوزان، لكنهم كلهم متفقين ومتفاهمين على أن أصل الحلي مخروكي كما كامل المسروقات اللي يسرقوها، نهار ينسبوها لهذه المنطقة ونهار واحد آخر ينسبوها لمنطقة أخرى، كما حدودهم المتحركة، كل نهار تحبس وين يخلص قلم التلوين الأحمر اللي كان في يديهم خلال تلوينهم للخرائط. خيط الروح في المروك من كتاب يعود إلى سنة 1779 حسب صاحب الموقع، تم توثيقها سنة 2012 كتراث مملكة مغرب الشمس مع الطقوس التي ترافق مهرجان الكرز يعني حب الملوك الذي يقام كل سنة في سفرو. بين قوسين أنا أعتقد أن خيط الروح تم توثيقها مع الطقوس التي تقام مع المروكيات في حقول إسبانيا، هذا هو الأصح. صاحب الموقع بكل فرح وسرور وثقة سطر على كلمة قفطان وكلمة حايك وكلمة إخط الرواء على أساس هذه الكلمة الأخيرة يقصد بها المصدر خيط الروح. في هذه الصفحة والصفحة التي قبلها والصفحة التي تليها يتحدث صاحب المصدر على هيئة اللباس المروكي الرجالي، قال يلبسون قفطان ويلفون أجسامهم من الرأس إلى القدم في حايك عبارة عن قطعة كبيرة مصنوعة من الصوف طولها 7 أذرع وعرضها 3 أذرع كما هو موضح في الصورة رقم 1 من اللوحة رقم 15 التي أشار إليها المصدر بالأرقام اللاتينية XV، X الذي يرمز إلى الرقم 10 و V الذي يرمز إلى رقم 5. يقول المصدر أيضا لكن في حضور ملكهم يجب عليهم إزالة هذا الحايك من على رؤوسهم، يعني في حضور الملك نتاعهم يحطوا الحايك فوق الكتف ما يحطوهش فوق الراس، وربط عقدة فيه أين يتم إدخال أحد طرفي هذا الحايك فيها وشده بقوة حتى لا يسقط. هذه العقدة اللي تندار في الحايك أشار إليها صاحب المصدر بكلمة إخيط الرواء كما سمعها متداولة بين المراركة إذا نطقناها كما هي مكتوبة، والتي أصبحت خيط الروح في المخيلة نتاع فقراء التاريخ. هذه الكلمة إخيط الرواء على الأرجح إخيط العروة، أي يصنع عروة في الحايك. يقال في اللغة العربية عروة العباءة بمعنى جعل في العباءة عقدة وأدخل أحد طرفيها فيها وشده. يقال أيضا عروة القميص بمعنى الثقوب التي ندخل فيها الأزرار. ما نؤكده قطعا ودون جدال كلمة خيط الرواء أشار بها صاحب المصدر إلى العقدة التي تصنع في الحايك كما هو موضح هنا أيضا في هذه الصفحة 110. يواصل مؤلف الكتاب شرح تفاصيل اللباس المجسد في البطاقة XV والبطاقة XVI، يعني البطاقة رقم 15 والبطاقة رقم 16. هذه البطاقة XV وهذه البطاقة XVI. على كل حال احنا نشكر صاحب الموقع الفخور والواثق من نفسه جدا،
خلانا نتعرفوا على هذا المصدر باش نجبدوا منه الحريرة الحرة المخبية. لن نذهب بعيدا من هنا، نرجع فقط إلى هذه الصفحة 108 لنرى ما يقوله مؤلف الكتاب بخصوص القفطان اللي سطر عليه صاحب الفيديو باللون الأصفر. أما الحايك عنده حلقة خاصة في وقتها بإذن الله. في هذا المربع الأحمر تقول فقرة: يلبس رجال المروك القفطان التركي، وقطع أخرى مستوحاة كلها من اللباس التركي. يقول المصدر كما هو موضح على الصور رقم 1 2 3 في اللوحة XV بدون تعليق من لحيتو بخرلو. هاد الصفحة 108 جات قبل الصفحة 109. هو شاف كلمة قفطان فقط في الصفحة 109، بصح عينيه تعماو عليها في الصفحة 108 لأنها تفضحوا. هذه هي صفات فقراء التاريخ والتراث، ينكرون الحقيقة التي بين أعينهم ويتبنون الكذب والتزوير وصناعة الأوهام والحكايات ليستبيحوا بها تراث الجزائر الأنيق والراقي، رقي كل الحضارات التي تعاقبت على أرضه وامتزجت لتخلق فضاء من الإبداع والابتكار ليس له مثيل يليق بحجم الجزائر القارة. نروح للمصدر الثاني الذي استند إليه صاحب الفيديو لإثبات أن خيط الروح الجزائري أصله مخروكي. في الجزء اللي يهدر فيه الكتاب عن منطقة وزان تستقر صورة هذه المرأة التي تلبس خيط الريح على حسب تعريف صاحب الموقع لهذا الحلي الذي يزين جبهة المرأة. هاد لافوطو نهار اكتشفوها في هاد الكتاب دايرين بها حالة تحسب لهم شدوا 7 من رقبتو، مغرقين مواقع النت هاوليك خيط الروح المخروكي مروكن لالا فروم وزان. لوحة لسيدة مغربية وزانية بحلي خيط الروح المغربي سنة 1894. مقالات وفيديوهات لها بداية وليس لها نهاية. الصورة فعلا موجودة في الصفحة 245 من الكتاب الذي تم إصداره سنة 1894، لكن الصورة الحقيقية الأصلية لهذا لاغرافور اللي حطها مؤلف الكتاب في كتابه الذي يتكلم عن مملكة مغرب الشمس هي هذه موريسك دالجي بتوقيع المصور كلود بورتيه. تنتمي هذه الصورة إلى كل هذه المجموعة: ألجي موريسك كوستيوم دانتيريور، موريسك دالجي كوستيوم دانتيريور، موريسك دالجي كوستيوم دانتيريور، موريسك دالجي كوستيوم دو فيل. والصورة محور موضوعنا موريسك دالجي avec son costume d'intérieur الله والتي أصبحت لالا الوزانية. هذه المجموعة توت لا سيري تم نشرها سنة 1882، أقدم ب12 سنة من تاريخ إصدار الكتاب اللي يهضر على المروك. هما ينشروا في هذه الصورة ويكتبوا سيدة وزانية في كتاب لجورج مونبار يصف فيه لباس وحلي هذه المرأة على أنه وزاني. يا ليت هذه العقول المتحجرة تعلم ما هو مكتوب في الصفحات التي جاءت قبل وبعد الصورة من وصف للبؤس والشقاء. في الصفحة 243 244 245 موقع الصورة، والصفحة 246 والتي تليها لا يوجد فيها وصف لا للمرأة الوزانية لا لللباس والحلي الموجود على الصورة. كل هذه الصفحات كان جورج مونبار يحكي فيها عن أحد الشرفة الوزانيين، ابن فقيه زاوية وزان المتزوج بسيدة إنجليزية واللي كان عايش حياة الطرف والبذخ والرفاهية. وين كان عايش هذه الحياة؟ في الجزائر وبإسراف مجنون يقول صاحب المصدر، في حين الابن نتاعو الذي استضاف المؤلف جورج مونبار في وزان كان عايش في ضيق حياة بائسة. يلا أعطيك ذكر هذا المؤلف اسم الجزائر وعلاقتها مع شيخ زاوية وزان. لقى كيفاش يلصق اون غرافور استنسخها من صورة كلود بورتيه لهذه السيدة العاصمية، زين بها صفحات كتابه الخالي من الإثارة والتشويق الذي تتطلبه الدعاية الإعلامية والذي لم يجده في مغرب الشمس. صاحب هذا الموقع اللي راه ينسج في حكايات بحبال الكذب والتزوير حب يخترع قصة يصنع بها تاريخ لخيط الريح المخروكي، نشر الدعاية الكاذبة للتشويش على الحقائق وتشويه التاريخ.
قال أنه سبق وأثبت أن خيط الروح أصله من فاس. على هذا الأساس كان من الأرجح أن يجد جورج مونبار هذه الصورة في فاس وليس في وزان. هذه الصورة لكل قطعة من لباسها وحليها حضاري، يعني من المدينة، مدني وليس قروي أو بدوي. بين قوسين هذا مؤلف ومخترع القصص الفاشل. إذا لاحظتوا لم ينطق لا كلمة خيط الريح لا كلمة خيط الروح، اقتصر على كلمة بيجو في حديثه، واكتفى بالإشارة إلى خيط الروح بالكتابة أو بالصور الحديثة نتاع اليوم ماشي نتاع البارح. هو ليس بحاجة إلى صور قديمة، راه عطلنا مصادر موثوقة يحط بها لي بوين سور لي زي et les bâtons sur les T، ويغلق لنا فمنا une fois pour toutes كما قال. هذه الصورة الجزائرية اللي لقات روحها اون غرافور في كتاب مروكي عندها بيزيغ بوز، وهذه واحدة منهم في زاوية أخرى بنفس الحلي على الجبهة ونفس الفولاغ ونفس القميص، فقط زادت لبست فوقو الغليلة، حتى المسيسة اللي تبان في اليد على الجهة اليمنى للصورة، ولو طابي أيضا موجود. زيد الحطة لا بوز بصمتها جزائرية كما في آلاف وآلاف من الصور. في هذا الكتاب جواب تقريبي علاش حط هذا المؤلف صورة لجزائرية في المحور اللي تكلم فيه عن ابن شيخ زاوية وزان. My Life Story تحكي فيه هذه السيدة الإنجليزية المتزوجة من شيخ زاوية وزان كما قلنا عن حياتها في وزان تحديدا وفي المروك عموما، ووصفت تنقلاتها من وزان إلى تلمسان إلى عين تيموشنت إلى وهران إلى الجزائر العاصمة، وين كان وليدها يقرأ في أحد الثانويات الكولونيالية بالعاصمة، إلى قسنطينة أيضا. احنا لا يهمنا كل ما قالته هذه السيدة عن الجزائر لأننا لسنا في حاجة لشهادتها لنعرف قيمتنا، نقتصر على الجزء المرتبط بالموضوع فقط. لكن عجبتني فقرة صغيرة ما حبيتش نفوتها، هضرت فيها عن الاختلاف الشديد بين اللهجة الجزائرية واللهجة المخروكية، لهجتنا التي أصبحت اليوم هي أيضا مهددة. تخلوا على اللهجة نتاعهم وتبنوا اللهجة الجزائرية، هذا ليس عيب، ما راناش نقولوا عيب. العيب والجريمة يتكلموا اللهجة الجزائرية ويغنيوا باللهجة الجزائرية ويقولوا اخترعنا لهجة جديدة نهدروها ونغنيوا بها باش نقربوا المفاهيم بيننا وبين الناس اللي ما تفهمش اللهجة المخروكية. علاش؟ لأن اللهجة الجزائرية وصلت إلى العالمية بفضل الأغاني اللي يرددها الصغير والكبير في كل بقعة من العالم ومن مختلف الجنسيات. هذه السيدة الإنجليزية اللي تزوجت مع شيخ زاوية وزان عندها صور باللباس التقليدي الجزائري، وهذه إحداها وثقتها في كتابها. الصورة في أحد قصور الجزائر العاصمة في نفس اللقطة التي التقطت لمغامرة فرنسية تتشابه قصة حياتها مع قصة حياة هذه الإنجليزية أوغيلي بيكار، وبنفس الحذاء أيضا. هنا كلارا بيكار شقيقة أوغيلي بيكار، في نفس القصر نفس الديكور مع اختلاف زاوية التصوير فقط. الطاولة في صورة السيدة الإنجليزية تأتي وراءها، أما في صور الفرنسيتان تأتي أمامهما. نفس الزربية تظهر في لقطات أخرى. لما يكون هذا تراثك تلقى له 1000 صورة وصورة، هذه متشابكة مع هذه. ثم هذه السيدة الإنجليزية هي أيضا أتحفت جبينها بنفس الحلي الموجود في الصورة محور موضوعنا. هي قالت راني باللباس الجزائري، ما قالتش راني بلباس لالا شريفة الوزانية كما كانوا يسميوها. الحلي نلقاوه هنا، نلقاوه هنا وهنا، وفي آلاف من الصور الجزائرية. أسبوع ما نقدروش نحصيوها ولا نقدروا نحطوها في فيديو واحد. كي ننزلوا للفوطة هي أيضا نلقاوها في صورة أخرى طبق الأصل لأنها تعنى دون جدال، وفي عدة صور أخرى لا يتسع المجال لعرضها كلها. ولا فاموز شوميز اللي اشتهرت بالحواشي اللي يجيو على جنابها بالصور من تاريخنا وتراثنا. فونتور دو بارادي في كتابه ألجي أو 18 سيكل بين سنة 1739 و 1799، وينك يا 1894 تاريخ كتاب جورج لومبار عن المروك.
ما نديروش سنة 1739، نديرو الفرق بين سنة 1799 و 1894، 95 سنة. قرن قبل ما يسرق جورج لومباغ الصورة ويديرها في الكتاب اللي راكم فرحانين به. كانت النساء الجزائريات شبعت لبس في هذا لاشوميز اللي وصفها فونتور دو بارادي، ووصف ممل في أدق تفاصيلها. حتى هذوك الحواشي على الجناب وصفهم وقال يلبسوا فوق هذا لاشوميز القفطان والغليلة. ثم هذه الصورة الناقصة هي اللي صحيحة، ولا الصورة الكاملة اللي يظهر فيها الجزء الأكبر من الجهة السفلية وين يبان السروال والفوطة. ثم حنا هذا لاشوميز تلبس فوق السروال محزن بالفوطة، وانتم على واش كنتو تلبسوها؟ على القفطان المخروكي مثلا. ثم هذا الحلي ليس بخيط الروح، هذا ماشي خيط الروح، هذا خيط النسري، يسمى خيط النسري. اللي ما هوليك يعييك يا غيول. روح درك حوس على كاش مركبة فضائية من نوع M5 تطلعك للقمر، بالك تلقى في القمر هادوك لي باتون اي لي بوين لي طارو من لي تي اي لي اي نتاعك. السلام عليكم أصدقاء القناة، صحة فطوركم، إلى موعد يجمعنا دائما في حب الوطن بعد العيد بإذن الله إذا كنا ملحيين.